السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بخير. لا تنسون اللايك والاشتراك، اهم شي حتى نستمر في النشر. طبعا اللاعب العراقي ايمن حسين ابو طبر يسموه ويلقبوه. طبعا اجت اشاعات كلش قوية على هذا اللاعب، خطية انه سوى حادث في قطر، تمام، وانه حالته خطيرة ومدري ايش، هاي بكاس الخليج. يعني ما ادري انه شنو السبب انه تنشرون على هيك اللاعب، واللاعب لحد هسه موجود ودا يلعب ومستمر بقطر وبالدوري ماله وبالفريق ماله، فانه ما يحتاج انه يطلعون اشاعات، فهو يلعب. يعني ما مال انه طلع اشاعات اندعم او صار له شي او مات او مدري ايش. كيف يعني كل بين فترة طلع لي واحد انه مدعوم، انه متوفي، انه فقد، انه مدري ايش، انه قام يسبسب؟ ما يصير هيجي. يا تتأكد 100% يا لا تنشر شي شغلة انه هاي الصورة قديمة، طبعا قديمة كلش. فانه ما مال انه يعني هيجي انه تستمرون بالكذب، تستمرون بالدوس. كيف يعني الانسان موجود، انسان دا يلعب، انسان بالعكس انه خلى فرحة للعراقيين، والله يوفقه ويقويه بالدوري، وخاصة بكاس اسيا اللي جاي. واتمنى انه كفي هيك اشاعات، لانه يعني اهله خطية. انتوا احسبوا اهله انه اذا يشوفون هيك صورة بالانستا او بالفيس، وهم ما يعرفوا انه ما لهم خبر، فيشوفون فينجلطون، يقولون صار بينهم، فاهم؟ يعني اتمنى انه توقفون اشاعات، ولا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر في النشر وفيديوهاتكم، واهم شي الاشتراك.